السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت معكم الحوت، دايره الحوت في الفران بالروز، وهانتوما بالصحه والراحه. ما تنساوش تعملوا لي لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. ندوزو دابا للطريقه والمقادير ديال هاد الحوته اللي معمره بالروز في الفران بالصحه والراحه. انا رجعت معكم في المقادير. عندي هنا حوته غندخلها في الفران وغادي نرافقها بالروز، غادي نعمرها بالروز. عندي هنايا الثومه، وعندي نقرب لكم، عندي الثومه وعندي خرقوم وعندي نعناع وعندي بزار وعندي هذا فلفل احمر وملحه، والثومه هي هذه. عندي هنا عندي هذاك ديال الكراميل، داك الراس ديال الكراميل قطعته. هنا عندي شويه الكفته وعندي قزبر ومعدنوس وعندي خل وعندي زيت. نبداو دابا بسم الله على بركه الله. ندير العطريه ديالي هي هذه، ندير الملحه وندير الابزار وندير شويه الخل. هذه هي العطريه اللي غادي ندير للحوته. حاولوا تعمروها كلها بالراس. ودابا غادي نحيدها ونفوت هاد الطبسيل وغادي ندير فيه الروز. هنا غادي ندير نص د الروز وهنا غادي ندير الكفته وندير هذا وندير هذاك الكراميل والقزبر والمعدنوس. غادي نديرهم، ندير شويه الخل وندير شويه ديال الزيت وغادي ندير كلشي نخلطو مع الروز. وهنا غادي نحك عليها الضماد البنه وهنا درنا الورق ديالنا. ودابا غادي ندير الحوته، وهنايا غادي نبدا نعمر الحوته. غندير ليها هاد الورق وهنا صافي ما بقى لي غير ندخلها للفران وغادي نرجع لكم ان شاء الله. وهنا غادي ندوزو للصلصه ديالنا. هنا عندي قزبر، هنا عندي قزبر ومعدنوس، وعندي هنا نعناع لان الحوته درت فيها النعناع. هنا عندي ابزار وعندي ملحه وعندي فلفل احمر وعندي هنا ثومه وعندي خرقوم. الثومه هي هذه حكيتها. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، ما غاديش نديرو كله. عندي هنايا مطيشه وعندي حتى مطيشه معلبه ما جبتهاش. وهنا عندي مطيشه معلبه هي هذه، ها هي كانت في المجمد. دابا نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نديرو مطيشه ديالنا في المقله والعطريه حتى لاخر لحظه عاد نديرها.
نديروها فوق البوطه تشحر وعاد نرجع لكم ان شاء الله. وهنا عندي للتزيين عندي فلفله شويتها هي هذه، وعندي هنايا كراميل قليته في شويه ديال هذا الخل والزيت، وغادي نغطيه ونخليه حتى نزين به الطبق ديالنا. وغادي هاد الفلفله غادي نحيد ليها القشور نقيها باش نزين بها. وهنا غادي نزين بالروز ابيض، غندير له شويه ديال الطماط البنه وشويه ديال الخل وداك الملحه، وغادي نديرو هذا شويه في الميكرو وغادي نزين به. انا بغيت الروز يكون ابيض. هنايا صافي المطيشه ديالنا نشفات، دابا ما بقى لي غير ندير لها هاد المطيشه المعلبه، القزبر المعدنوس حتى الاخير. غندير لها الثومه عفوا، غندير لها الثومه، فلفل احمر، وهذا مطيشه معلبه، خرقوم، ابزار وملحه. القزبر والنعناع حتى الاخير عاد نديرو، وندير الزويته ونرجعها فوق البوطه تشحر ليا ان شاء الله تطيب ونرجع لكم. وهنا الصلصه ديالنا صافي وجدات، هي هذه ها هي. دابا غندير عليها شويه ديال القزبر والنعناع. هذاك الشيء غادي نخليه للروز باش نحضر معكم الروز. هذا الروز غادي ندير ليه شويه الفلفله حمراء وخضراء. هنا صافي الصلصه ديالنا وجدات، الحوته ديالنا كطيب ان شاء الله تنرجع معكم. هانتوما حنا خرجنا الحوته ديالنا من الفران، نقلب عليها ديالنا كله، ندخلها شويه للفران تقرمل تحمر تاخذ واحد الوجه، وغادي نرجع لكم ان شاء الله. الحوته ديالنا هي هذه بالصحه والراحه. هانتوما يا زوقتها، نتوما كيما بغيتو تزينوا هذه الحوته ديالكم زينوا بها بالصحه والراحه.